السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي مقاتلين الصف الأول الإعدادي عاملين إيه؟ يا رب تبقوا زي القشطة. حبايب قلبي أهلا بيكم في حل أسئلة درس دور مصر الحضاري في قارة أفريقيا في عهد محمد علي، ومن غير أي مقدمات وأي حاجة يلا يا باشا حضر ملزمتك ويلا بينا. السؤال الأول هو من نوع أكمل العبارات الآتية. واحد، أقام محمد علي باشا نظاما للحكم والإدارة بالسودان مماثلا لما أسسه في نقط أكيد طبعا في مصر أم الدنيا. طيب، كان حكمدار السودان يجمع في يديه السلطة طبعا العسكرية والمدنية، نكتب اللي هي عسكرية وخلاص، العسكرية. طيب، تلاتة، تكون الجيش في السودان أثناء حكم محمد علي من جنود مصريين ونقط ونقط أكيد جنود مصريين وجنود سودانيين وقلة قليلة من الأتراك وأتراك. طيب، أربعة، اهتم محمد علي ببناء المدن في السودان ومنها مدينتين نقط ونقط، طبعا عمل مدينة الخرطوم اوعى تنساها، الخرطوم، وعمل مدينة اسمها كسلا، مدينة الخرطوم وإيه وكسلا. طيب، أقبل الشباب السوداني على نهض مصر طلبا للعلم خلال عهد محمد علي لمصر طلب العلم أكيد الأزهر، أكيد الأزهر الشريف، الازهر الايه الشريف. طيب تعالى كده نعدي شويه دول ونكبر الخط شويه علشان انا حاسس ان هو مش احسن حاجه كده. حلو جدا ماشي. واحد، مدينه نقط ولد بها محمد علي في شمال اليونان كونة، مدينه ايه كونة. طيب، مدينة نقط وصل إليها حملة إسماعيل باشا ابن محمد علي، مدينة صنار، صنار. طيب، ثلاثة، مدينة نقط اتخذها محمد علي عاصمة للسودان، عاصمة للسودان هتبقى على طول الخرطوم، الخرطوم. طيب، أربعة، مدينة نقط أصبحت في عهد محمد علي من أهم المدن الإدارية في شرق السودان، بتبقى مدينة كسلا، أهي مدينة إيه كسلا. تعال نشوف اللي جاي من الأسئلة. أكمل الجدول التالي بما يلائمه مما بين الأقواس. توسع تمام. بص هنا مديك الأهداف سواء سياسية أو عسكرية أو جغرافية أو اقتصادية يعني، ومديك الحاجات اللي تتماشى معاها. بصراحة السؤال ده جميل جدا. أنا هحل أول حاجة وأسيب لك أنت الباقيين، بصراحة يعني أنا هسيب لك أنت العسكري والجغرافي والاقتصادي وأحل أنا سياسي. مديك اختيارات: استثمار الموارد، توسيع حدود مصر، القضاء على المماليك الذين فروا من مصر، تأمين حدود مصر الجنوبية، استكشاف منابع نهر النيل في أفريقيا، تجنيد السودانيين. السياسية أكيد توسيع حدود مصر، وأكيد القضاء على المماليك الذين فروا من مصر. يبقى هنا سياسية هنكتب توسيع حدود مصر، زائد كمان عندنا القضاء على المماليك الذين فروا من مصر إلى السودان. هسيب لك انت بقى هدقق العسكري والجغرافي والاقتصادي، سهلين وهتعرف تجيبهم ان شاء الله. كده احنا خدنا دي وخدنا دي، باقي بقى الحاجات الباقيه. يعني عسكري اكيد هيبقى تجنيد السودانيين وتامين حدود مصر الجنوبيه وحاجات زي كده، ولكن انا عايزك انت يا باشا اللي تحل هذه الاسئله. وتعالى نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول ايه. اختر الاجابه الصحيحه. جاء محمد علي على راس فرقه عسكريه الى مصر من اجل نقط طرد المماليك من القاهره تحريرها الحمله الفرنسيه. هي اكيد دي تحريرها من الحمله الفرنسيه. طيب، اتنين، اصطحب اسماعيل باشا ابن محمد علي في حملته بالسودان مجموعة من العلماء نقط المصريين والأتراك ولا الفرنسيين والإنجليز ولا المصريين والفرنسيين ولا المصريين والفرنسيين. طيب، ثلاثة، توقفت رحلات سليم بيك قبطان في عهد محمد علي ولم تستكمل تقدمها بعد أن وصلت قرب نقط
النيل الابيض ولا البحيرات الاستوائيه ولا دنقله ولا سنار؟ هتبقى البحيرات الاستوائيه. ماشي. طيب 4، أنشأ محمد علي مصنعًا للبارود بمدينة نقط، سنار، كسلة، الخرطوم، دنقلة، هتبقى الخرطوم. طيب 5، بموجب فرمان السلطان العثماني حصل محمد علي على حكم وراثي لمصر، وطبعًا فين أهي السودان والسودان. طيب تعالَ نشوف سؤال صح أم خطأ. نجح محمد علي على للوصول إلى حكم مصر بعد تودده لشعبها؟ أيوه، لما قلت لك اتمسكن لحد ما اتمكن. 2، أصدر محمد علي قرار بإلغاء تجارة الرقيق خلال حملته على السودان؟ أيوه الكلام ده صح. كان حكمدار السودان يتبع وزارة الداخلية بمصر؟ تمام مظبوط. 4، قام محمد علي بإرساء الأمن في السودان بعد أن كانت قبائل متفرقة ومتصارعة؟ صح، كل ده صح، مفيش غلط ولا إيه؟ طيب 5، أنشأ محمد علي بعض المدارس النظامية في المناطق الريفية بالسودان؟ لا مش نظامية، الحضارية، تبقى دي خطأ. طيب أرسل محمد علي مزارعين مصريين إلى السودان لتدريب السودانيين على أساليب الزراعة المتقدمة؟ أيوه مظبوط الكلام ده صح. طيب من مشروعات الري التي أقيمت بالسودان خلال حكم محمد علي حفر العديد من القنوات؟ أيوه الكلام ده صح. طيب 8، اهتم محمد علي بتحسين الإنتاج الحيواني بهدف الاستهلاك المحلي؟ لا خطأ، بهدف تصديره للخارج، هدف التصدير للخارج. طيب عندي سؤال، إلى من تنسب الأعمال الآتية؟ تولى حكم مصر عام 1805، ده هيبقى محمد علي باشا. محمد علي باشا. طيب 2، خرج بحملة من مصر لاستكشاف أفريقيا ووصل إلى صنار عام 1821، ده هيبقى إسماعيل بيك ابن محمد علي. ده هيبقى إسماعيل باشا ابن، لازم تفرق ابن محمد علي. احنا عندنا 2 إسماعيل، إسماعيل الابن وإسماعيل الحفيد. طيب 3، خرج برحلة لاكتشاف منابع النيل الأبيض أثناء حملة حكم محمد علي وحالة الجنادل والشلالات دون استكمال رحلته. ده هيبقى الراجل اللي كان اسمه ايه بقى؟ اللي كان اسمه سليم بيك قبطان. اسمه ايه؟ اسمه سليم بيك قبطان. طيب بعد كده عندي تم تعيينه أول حكمدار على عام للسودان في عهد محمد علي. ده هيبقى برضو إسماعيل باشا ابن محمد علي. إسماعيل باشا ابن محمد علي. تمام زي الفل. ده كان السؤال إلى من تنسب الأعمال الآتية. تعال بقى نشوف السؤال اللي بعده بيقول إيه. اكتب ما تشير كل عبارة. عملية بيع وشراء البشر كعبيد واستغلالهم في العمل الإجباري وحرمانهم من حرياتهم وحقوقهم. أكيد أنت عرفت إن دي بتكلم على تجارة الرقيق. بتكلم على إيه؟ تجارة الرقيق. تجارة الرقيق. طيب آلة زراعية أدخلها محمد علي ليزيد من مساحة الأراضي الزراعية بالسودان، دي هتبقى الساقية، الساقية. طيب 3، معاهدة فرضت على محمد علي عام 1840 جعلته يتخلى من معظم طب دي معروفة، معاهدة لندن. معاهدة لندن الدولية اللي عام 1840. طيب بعد كده بما تفسر رغبة محمد علي على في القضاء على المماليك الذين فروا من مصر إلى السودان. بص بقى عشان هكتب كتير لا، فأنا هقوله بالبق كده وخلاص، وأنت وقف الفيديو واسمع الإجابة تاني واكتبها عندك. بص يا باشا، هو محمد علي راح عشان يقضي على المماليك اللي هربوا للسودان. ليه بقى؟ لتخوفه من اجتماعهم أو تحالفهم مع بريطانيا واستعادة مصر مرة أخرى. لتخوفه من تحالفهم مع بريطانيا لاستعادة حكمهم في مصر مرة أخرى. طيب
حملة محمد علي إلى السودان، هو راح للسودان ليه بقى؟ لتفقد الإدارة المصرية بها والبحث عن معادن، لتفقد الإدارة المصرية بها والبحث عن معادن. طيب 3، قيام محمد علي بمحاكمة عدد من الموظفين بالسودان ومصادرة أموالهم بسبب إيه بقى؟ بسبب سوء إدارتهم واستغلالهم لمناصبهم، بسبب سوء إدارتهم واستغلالهم لمناصبهم. طيب اهتمام محمد علي بإنشاء حاميات عسكرية على أو في السودان لنشر الأمن والأمان وكمان تأمين الطرق التجارية، لنشر الأمن والأمان وتأمين الطرق التجارية وحماية طبعا مصر من ناحية الجنوب. طيب عمل محمد علي على نشر الكتاتيب في جميع أنحاء السودان، دي سهلة جدا، لتعليم القراءة والكتابة والقرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم، لتعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم. طيب إرسال محمد علي بعثات من السودان إلى مصر، دي ممكن نقول لتلقي التعليم أو لتلقي العلم يعني، ومن أهمها أو بالأخص التعليم العسكرية والإدارية، لتلقي العلم ومن أهم أو من أهم العلوم يعني العسكرية والإدارية. وده كان سؤال اللي هو بما تفسر. يلا نخش يا باشا على السؤال بقى الجميل جدا اللي أنا بحبه، اللي هو ما النتائج المترتبة على. السؤال الأول هو 1، النتائج المترتبة على حملة إسماعيل باشا ابن محمد علي إلى السودان. نقول إيه بقى؟ اصطحب معه مجموعة من العلماء المصريين والفرنسيين ووصل إلى مدينة صنار. اصطحب معه مجموعة من العلماء من المصريين والفرنسيين ووصل إلى صنار وسيطر على بعض المدن مثل ممكن نقول بربرة ومروي. طيب 2، قيام محمد علي بقيادة حملة إلى السودان. بوم، وصل إلى مناجم الذهب في دنقلة، وأيضا أمر بإلغاء تجارة الرقيق، تجارة العبيد يعني. طيب 3، إصدار سلطان عثماني فرمان عام 1841. نقول إيه بقى؟ نقول أصبح محمد علي حكمه وراثي على مصر والسودان. أصبح حكم محمد علي وراثي على مصر والسودان. طيب أسيب لك أنت بقى سؤال دلل ده وماذا يحدث، الاتنين دول أسيبهم لك كده يا باشا في الصفحة بتاعتنا دي اللي هي صفحة 28، تحلهم كده مع نفسك وتصور اجاباتك وتحطها عندي على جروب الفيسبوك اللي بعنوان مقاتلين مستر احمد خليفه في الدراسات الاجتماعيه، وانا هرد عليك يا اما بكومنت او اعمل لك بوست منفصل احل معاك الحاجات اللي وقفت معاك يا باشا في الواجب. ربنا يوفقك، شد حيلك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.